نظريه المؤامره وصلت لكتف امام عاشور ومحمد صلاح. اصل احنا بنتفرج على ماتش الاهلي لما امام اتصاب لقيت واحد بيقول طبعا ده هيريح في بيتهم سنه، مش زي صلاح اللي اسبوعين ونزل الملعب تاني. طيب هفكرك الاول بقصه صلاح عشان لو نسيت، اللي كانت في مايو 2018 في نهائي ابطال اوروبا بين ريال مدريد وليفربول. التحام مع راموس، وقعه صعبه، صلاح بيخرج وهو بيعيط ومصر كلها بتدور على راموس عشان تنتقم. الاخبار كلها ساعتها كتبت ان الاصابه خلع في الكتف، لكن الحقيقه هي ما كانتش خلع في الكتف. ما كانت ايه بالظبط؟ بص معايا على الصوره دي، ده ستراكشر الكتف نفسه. الكتف متقسم 3 مفاصل، مفصل الكتف الاساسي وده بيكون بين راس عظمه العضد وعظمه لوح الكتف، ومفصلين تانيين صغيرين، واحد بينهم بين عظمه الترقوه والقفص الصدري، والتاني بين عظمه الترقوه ولوح الكتف اللي هو الاي سي جوينت. وهو ده اللي حصل فيه المشكله بالظبط. المفصل ده على حسب تصنيف روكوود اصابته بتتقسم ل6 درجات، الدرجه الاولى والثانيه ما بيحتاجوش عمليات، الثالثه ممكن نعمل لها عمليه، الرابعه والخامسه والسادسه اكيد هيحتاجوا عمليه. اصابه محمد صلاح كانت في المفصل ده وكانت من الدرجه الثانيه، يعني اصابه بسيطه الحمد لله. حسب التقرير الطبي هي ما كانتش خلع في الكتف ولا حاجه، كانت بس جزع في المفصل، عشان كده ما احتاجتش تدخل جراحي. وعاده الاصابه دي بتاخد حوالي شهر عشان تخف. نسيب صلاح بقى ونروح لاصابه امام عاشور، بس مش الجديده، لا القديمه. هنرجع بالزمن شويه لاصابته في نفس المكان مع منتخب مصر في مباراته قصاد نيوزيلندا في مارس 2024. وقتها حصل له خلع في نفس المفصل اللي هو الاي سي جوينت، يعني برضه مش خلع في الكتف بس كان من الدرجه الثالثه. المهم امام بيعمل عمليه رد للخلع وتثبيت للمفصل بخيوط عاليه الجهد وبيرجع للملعب. وافتكر العمليه دي عشان هنرجع لها تاني، ويلعب عادي لمده سنه تقريبا، ونوصل لماتش الاهلي وانتر ميامي اللي كان من كام يوم ده. للاسف بيتصاب امام اصابه اكبر واصعب من اصابه صلاح، وحتى اصعب من اصابته هو نفسه الاولانيه، لانها كانت كسر في عظمه الترقوه. انا قلت لك افتكر العمليه الاولانيه اللي كانت في الاصابه الاولى. ليه بقى؟ لان غالبا الاصابه الثانيه حصلت بسبب ان بعد العمليه الاولى العظمه بقت ضعيفه، لان عشان تتحط الخيوط عاليه الجهد دي بيتعمل فتحات في العظم عشان الخيوط تعدي جواها، ودي بتكون نقط ضعف جوه العظم، وده اللي خلاها تتكسر بسبب وقعه كان ممكن ما تكسرهاش في العادي. عرفت ليه بقى ما ينفعش نقارن اصابه صلاح باصابه عاشور؟ الاصابه مختلفه في الطبيعه وفي الدرجه كمان. وخليني اقول لك ان من اكتر الاصابات اللي عند اللعيبه هي اصابات الكتف لاسباب كتير، لان دايما اللاعب بيحاول يحمي رجله او راسه وهو بيقع، في المقابل الكتف المهمل ده بيكون عرضه للاصابه سواء في التحام قوي او في وقعه غلط، ولما بيتصاب بيكون التعامل معاها مش بنفس الاهميه زي اصابات الرجل، لان هو لعيب كوره مش لعيب يد. وطبعا الف سلامه على نجومنا وربنا يحميهم كلهم من الاصابات، ودمتم دايما في حركه وصحه.